افريقيا تعرف امجاده. النادي الاهلي بيتأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا الخامس على التوالي. النادي الاهلي بيتأهل للنهائي رقم 8 من 9 مشاركات متتالية. الاهلي يتأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا رقم 17 في تاريخه. عزيزي الاهلاوي، النادي الاهلي بيتأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا موسم 2023-2024 عشان يلاعب الترجي الرياضي التونسي. النادي الاهلي بيفوز على مازيمبي الكونغولي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ب3 اهداف مقابل لا شيء. في حلقه النهارده هنتكلم عن مباراه النادي الاهلي مع مازيمبي الكونغولي سريعا، وفي اخر الحلقه هكلمك عن شويه ارقام النادي الاهلي دغدغها. بس قبل اي حاجه ما تنساش تدعي لاهلنا واخواتنا ان ربنا يرحمهم وينصرهم باذن الله، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. عزيزي الاهلاوي الجميل، ازيك؟ نبدا نتكلم بالارقام ولا نبدا بالماتش؟ خلينا نتكلم في الماتش الاول ونسيب الارقام دي للاخر. اولا مباراه ذهاب نصف النهائي كانت صعبه جدا وده كان واضح. طبعا ما عرفتش اطلع اتكلم عن اي حاجه في المباراه لان اتفرجت على الماتش وما شفتش منه اي حاجه. الماتش كان صعب جدا لظروف الجو هناك وارضيه الملعب السيئه جدا اللي اغلب اللعيبه اتصابت في الملعب ده، ولما كان بيطلع لاعب مصاب كان بينزل مكانه لاعب لسه راجع من الاصابه. فالموضوع كان صعب جدا، وانك تطلع متعادل من الملعب ده فكده فل قوي، لان بكل بساطه انت اول فريق مصري يطلع متعادل من الملعب ده. الزمالك خسر عليه 3 مرات، وبيراميدز خسر عليه مره، والاهلي خسر عليه مره قبل كده. يعني دي اول مره فرقه مصريه تطلع متعادله من الملعب ده. طلعت متعادل مع انك مضيع فرص كتيره جدا حقيقيه. وطبعا مصطفى شوبير حارس النادي الاهلي شال هدفين محققين. فمباراه الذهاب اللي هناك خلصت بالتعادل السلبي بدون اهداف. مباراة الإياب اللي كانت في القاهرة بصراحة شهدت تطور كبير جدا في لعيبة النادي الأهلي. في لعيبة كتير قوي نشفت، وفي لعيبة كتير قوي كان عندها أخطاء ولكن صلحتها، لأن اللي حصل في مباراة الزمالك ده كان استهتار من لعيبة النادي الأهلي بنادي الزمالك، وهو ده السبب اللي خسرنا المباراة. مباراة الإياب تشهد رجوع أغلب اللعيبة المصابة ولكنهم ما كانوش في القايمة. ال3 لعيبة الوحيدين اللي رجعوا من الإصابة وكانوا موجودين في القايمة هم حسين الشحات وإمام عاشور ومحمود متولي، وغياب الشناوي وأليو ديانج ومروان عطية لعدم الجاهزية، واستبعاد طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد استبعاد فني. طبعا عمر كمال والزنفولي مش موجودين في القائمة الأفريقية بتاعت الموسم ده. كولر لعب بخطة 4-3-3، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، 2 قلب دفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، الباك اليمين محمد هاني والباك الشمال علي معلول، 3 في نص الملعب أكرم توفيق واحمد نبيل كوكا وعمرو السولية، الجناح الشمال احمد عبد القادر، والجناح اليمين بيرسي تاو وراس حربة وسام ابو علي. الموضوع يا صديقي بقى معروف جدا. قبل الماتش تفتح التشكيل ما تلاقيش طاهر محمد طاهر ولا كريم نيدفيد، اطمن ان بنسبه 100% النادي الاهلي هيكسب. خلاص الموضوع ما بقاش محتاج تفكير. طبعا بدا الماتش والنادي الاهلي ماسك كوره في بدايه الماتش على نادي مازيمبي، وبيعمل هجمات خطيره جدا ولكن بدون اهداف، وده لان حارس مرمى مازيمبي ظهر بصوره قويه جدا في الشوط الاول بس. ومع ذلك كان فيه هجمات خطيره جدا عملها عمرو السولية وبيرسي تاو وسام ابو علي، ولكن حارس المرمى كان بيشيل. انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي، وبدا الشوط الثاني. الدقيقه 60 خطا ساذج جدا من رامي ربيعه بيكلف النادي الاهلي هدف لنادي مازيمبي الكونغولي، ولكن بعد مراجعه الفار واستدعاء الفار لحكم المباراه تم الغاء الهدف بداعي لمسه اليد. في الدقيقه 64 بيطلع عمرو السولية اللي كان عامل ماتش عالمي جدا وبينزل مكانه امام عاشور، وبصراحه كانت لقطه وحشه جدا اللي عملها عمرو السولية اثناء خروجه من الملعب، لان مش هو ده اللي متعودين عليه من عمرو السولية، ومش هو ده اللي متعودين عليه في النادي الاهلي. الدقيقه 68 ركنيه بينفذها علي معلول بينطحها محمد عبد المنعم وبيسجل منها الهدف الاول للنادي الاهلي. بصراحه انا مش عارف هو ازاي محمد عبد المنعم مش راس حربه. عبد المنعم بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي على نادي مازيمبي الكونغولي في الدقيقه 68، وهو ورايح يحتفل مع جماهير النادي الاهلي عمل الحركه دي. طبعا كل الناس قامت ما قعدتش، وازاي ومش ازاي، هو ازاي يعمل الحركه دي، ولكن الراجل طلع بعد الماتش يوضح هو كان بيعمل ايه. الراجل قال لك ان حصل اصطدام مع لاعب من مازيمبي الكونغولي اسفل البطن، وهو بيجري كان بيبص يطمن على الاصابه. مش عارف جماهير نادي الزمالك قلقانه ليه؟ ما تخافش، هو ما كانش بيبص عليكم.
فبصراحه محمد عبد المنعم لو كان بيعمل ده احتفال فهو غلطان جدا، ولكن لو كان بيعمل كده عشان بيطمن على الاصابه فانا مش شايف ان في اي مشكله. بس بصراحه محمد عبد المنعم فضل يبص لفتره طويله، المفروض كنت تقفل بسرعه عشان جماهير الزمالك ما يجيلهاش برد. القصه كلها ان بعد مباراه القمه جماهير الزمالك كانوا عايزين يطلعوا محمد عبد المنعم مسرح زي ما جماهير الاهلي عملت مع محمود علاء بعد مباراه القاضيه، ولكن هم كده المرشدين دايما نفسهم قصير، زي ما قال لهم محمد عبد المنعم انكم بترجعوا تعيطوا. بس الفكره كلها ان احنا كجماهير الاهلي جماهير محترمه، فهو لو كان عامل ده كاحتفال كنا هنهاجمه وما كانش الموضوع هيعدي بالساهل، لان احنا جماهير محترمه مش زي المرشدين اللي عملوا من شيكابالا بطل قومي عشان قليل الادب. هي دي عزيزي القصه وما فيها. المهم خلينا نكمل. الدقيقه 83 امام عاشور بيلعب كره خادعه لعلي معلول ناحيه الشمال، علي معلول بيعمل منها عرضيه مقوسه لوسام ابو علي اللي حط الكره في الجون على طريقه هالاند وابراهيموفيتش. اولا القوس اللي عمله علي معلول بالكره، الراجل ده لو عملها بايده مش هتيجي بالطريقه دي. ثانيا الهدف اللي سجله وسام ابو علي حرفيا هو هدف اوروبي، الراجل في لحظه حس ان الكره بعيده عنه وهتهرب منه، قرر انه يطير برجله الشمال ويسيبها متعلقه في الجو ويحط رجله اليمين في الكوره ويسجل من الهدف الثاني للنادي الاهلي. طبعا بص رجليه كانت عامله ازاي بعد الهدف، لانه نزل بركبته الاثنين على الارض بعد ما سجل الهدف لانه كان طاير في الجو. وعايز اقول لك ان لو كان اي لاعب تاني مكانه كان ساب الكوره عدت وكان هيحاول عليها برجل واحده، يا جت يا ما جتش. حرفيا احنا على موعد مع راس حربه عالمي في النادي الاهلي. المهم في الدقيقه 89 بيطلع وسام ابو علي وبينزل مكانه محمود كهربا، في الدقيقه 92 بيطلع علي معلول وبينزل محمود متولي. الحكم بيحسب 12 دقيقة وقت بدل ضايع عشان في الدقيقة 102 يعني في الدقيقة الأخيرة أكرم توفيق ربنا بيكرمه وبيسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي. سيبك من الهدف عشان كان فيه توفيق كبير قوي من ربنا إن الكورة تدخل في الجون، ولكن اتفرج على الأسيست بتاع إمام عاشور اللي عمله بوش رجله. إيه ده يا اسطى، هو أنت إزاي كده؟ لا بجد أنت إزاي جامد كده يعني؟ راجل أنت نزلت قلبت المباراة كلها، هو في إيه يا عم؟ المهم عزيزي الأهلاوي بتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي على نادي مازيمبي الكونغولي ب3 أهداف مقابل لا شيء، ويتأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024 عشان يقابل نادي الترجي الرياضي التونسي. المباراة الأولى هتكون في رادس والمباراة الثانية هتكون في مصر. نسيبنا بقى من المباراة وتعالى نشوف شوية أرقام كده النادي الأهلي دغدغها، عشان لما نقول إن الأهلي هو نادي القرن الأفريقي مش عايزين حد يطلع يهوهو في الكلام. أولا النادي الأهلي بيوصل للنهائي الخامس في دوري أبطال أفريقيا على التوالي، وبكده بيكون النادي الأهلي تاني نادي في العالم يوصل لنهائي بطولة قارية 5 مرات على التوالي. طبعا اللي وصل 5 نهائيات على التوالي في بطولة قارية قبل الأهلي كان نادي ريال مدريد في الخمسينات، يعني من 1950 لحد 2024 مفيش نادي قدر يوصل ل5 نهائيات متتاليه في بطوله قاريه غير النادي الاهلي. اسمع الارقام عشان دي ارقام مهمه قوي، لان في انديه تانية مش عارفه تشارك في بطوله افريقيا 5 مرات على التوالي، مجرد 5 مشاركات مش 5 نهائيات. الرقم الثاني هو ان النادي الاهلي بيوصل ل8 نهائيات في 9 مشاركات متتاليه في دوري ابطال افريقيا. اللي بعده الرقم الثالث هو ان النادي الاهلي الموسم ده من الدور التمهيدي وصولا للمباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا ما خسرش ولا مباراه، يعني من الدور التمهيدي لحد النهائي النادي الاهلي الموسم ده ما خسرش ولا مباراه في دوري ابطال افريقيا. خد بقى الرقم الجاي ده عشان رقم تقيل قوي. النادي الاهلي للمره الاولى منذ انطلاق بطوله دوري ابطال افريقيا عام 1997 استقبل هدف وحيد طول مشواره في البطوله وصولا للمباراه النهائيه.
حقيقيه، والهدف ده كان في مباراه الاياب امام يانج افريكانز في الدقائق الاخيره، وكان هدف التعادل. انت يا اسطى متخيل الارقام اللي احنا بنقولها ولا مش متخيلها؟ من الدور التمهيدي وصولا للنهائي ما خسرتش ولا مباراه وما استقبلتش غير هدف واحد بس. طبعا كل ده رغم اصابه الحارس الاساسي بتاعك ومدافع اساسي في الفريق. خد الرقم اللي جاي ده بقى، وده رقم خاص بمصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي. مصطفى شوبير هو الحارس الوحيد في تاريخ النادي الاهلي اللي قدر يحافظ على نظافه شباكه في البطوله الافريقيه ل7 ماتشات على التوالي، وال7 ماتشات دول منهم 4 مباريات خارج الارض. انت بتتكلم على مصطفى شوبير حارس النادي الاهلي اللي بدا يلعب بعد ما الشناوي اتصاب. الرقم اللي بعد كده هو ان مارسيل كولر بيكسر رقم الاسطوره مانويل جوزيه. مانويل جوزيه عمل رقم قوي جدا مع النادي الاهلي وهو 19 مباراه في دوري ابطال افريقيا بدون هزيمه، ومارسيل كولر قدر يحطم الرقم ده ويوصل ل 20 مباراه في دوري ابطال افريقيا متتاليه بدون هزيمه. ولكن الافضليه هنا لمارسيل كولر بحاجه بسيطه. مانويل جوزيه عمل 19 مباراه بدون هزيمه، منهم 12 مباراه مكسب و7 تعادل، ولكن مارسيل كولر عمل 20 مباراه بدون هزيمه، 14 مكسب و6 تعادل. في النهايه يا صديقي هي دي ارقام النادي الاهلي، غول افريقيا، نادي القرن الافريقي بدون منافس. افريقيا كلها ما فيهاش غير النادي الاهلي غصب عن اي حد، واللي مش عاجبه الكلام يجي يكلمني بالارقام. وبكده عزيزي الاهلاوي بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، فما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. واخر حاجه نختم بيها الحلقه، ما تنساش تدعي لاهلنا واخواتنا ان ربنا يرحمهم وينصرهم باذن الله.